إذا كنت من عشاق المنتخب الوطني الجزائري لا تنسى الاشتراك معنا في القناة وتفعل زر الجرس لتتوصل بكل جديد. توج الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن الموسم الماضي 2022-2021 مساء اليوم الاثنين خلال الحفل الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس. وقدم بنزيما أداء استثنائيا في الموسم الماضي وقاد ريال مدريد لحصد لقبي الليغ ودوري أبطال أوروبا فضلا عن تتويجه بدور الأمم الأوروبية مع الديوك الفرنسية. وهذه هي المرة الأولى التي يتوج فيها بنزيما بجائزة الكرة الذهبية منذ بدء مشواره مع الساحرة المستديرة. وتفوق بنزيما على العديد من نجوم كرة القدم الذين نافسوه لحصد الجائزة هذا العام وعلى رأسهم محمد صلاح وساديو ماني. كما فازت لاعبة برشلونة إليكسيا بوتياس بالكرة الذهبية للمرة الثانية على التوالي وتكون بذلك أول لاعبة تفوز بهذه الجائزة لمرتين متتاليتين. وفاز النجم السنغالي ولاعب بايرن ميونخ الألماني ساديو ماني بجائزة سقراطيس للملتزمين بالأعمال الخيرية نظرا للأعمال الخيرية والإنسانية التي يقوم بها في العالم وخصوصا في بلده السنغال. ويشار إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان هو من حصد الجائزة في العام الماضي علما بأنه صاحب الرقم القياسي بتتويجه بالكرة الذهبية 7 مرات.